السيدات والسادة مستمعي راديو أيامنا اف ام، أهلا بكم في نشرة لأهم الأخبار تقرأها عليكم علياء جاد. وإليكم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بالتهنئة للسيد أنطونيو بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي. وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2024. وزير الإسكان يتابع موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية ويوجه بالعمل طبقا لأولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. رياضة كفر الشيخ تنظم ندوة عن أدوات ممارسة الرقابة البرلمانية لأعضاء برلمان الشباب. اجتماع بالدقهلية لمتابعة الموقف المالي للصناديق الخاصة وتعظيم مواردها. خبير تحكيمي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام البنك وإلغاء هدف ربيعة قرار خطأ. وإليكم التفاصيل. أتقدم بخالص التهنئة للسيد أنطونيو بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي، ونأمل في تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين والتصدي للصراعات القائمة. شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء أمس في احتفالية تسليم جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2024. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن احتفالية اليوم هي رسالة مهمة حول أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة البحث العلمي. عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا مساء اليوم لمتابعة موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية التي تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني. نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ندوة عن أدوات ممارسة الرقابة البرلمانية بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب والطلائع، تناول فيها أبرز ملامح تنظيم العلاقات المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظم السياسية والرقابة البرلمانية. عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعا مع مجالس إدارات الصناديق الخاصة لمتابعة الموقف المالي وتعزيز مواردها باعتبارها أحد أهم مصادر التحويل الذاتي للمحافظة. قال عبد الفتاح عبر برنامج بلس 90 الذي بث عبر فضائية النهار: كان يجب التدخل في تلك اللعبة واللقطة واضحة للجميع، ولا أجد مبرر واضح لعدم استدعاء محمد الحنفي. ما حدث شيء غريب بالنسبة لي. وإليكم النشرة الجوية. الطقس سيكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهناك شبورة مائية صباحا تتركز على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة: القاهرة 22-13، السواحل الشمالية 21-12، الإسكندرية 29-27. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، مع وعد بلقاء جديد. كانت معكم